يعني ممكن ناخد اول توبيك معانا اللي هو الفريلانس مش دايما حريه. اوكي. الاول لما نتكلم على ميديا برودكشن يا عبد الرحمن، فهنتكلم على اندستري كبيره قوي. اكيد. بمعنى ان الميديا اوبجكت او الحاجه اللي احنا بنقدر نستخدمها كعنصر ميديا مختلفه. انت عندك فيديو، صور، برنتبلز، حاجات بتطبع على البيلبوردز اللي احنا بنشوفها على الطرق. تمام. لما ندخل اصلا في سكه السينماتوجرافي او صناعه السينما، حوار باكويبمنت، بمعدات، بتكنيكس. تدخل في حوارات البوست برودكشن والفي اف اكس، كل ده شايف الاندستري دي كامله. كله ينطلق تحت مدروج الميديا برودكشن. بالظبط. مظبوط. بالظبط. وهنا ينقسم برضه لجزئين تانيين. في حاجه فريلانس، جميل. الناس اللي هي بتشتغل عن بعد. وفي جانب الاون سايت اللي هو الناس اللي بتحضر بقى في اللوكيشن، ويا جماعه احنا يلا بنصور وبنعمل الفي اف اكس اون سيت وهكذا. فميديا برودكشن هو مجال كبير فعلا. مجال كبير.